السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الوجبة اللي احنا مصورينها من بداية عمر يوم؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. حاجة كده تفتح النفس، تفتح نفس ست البيت اللي بتحب تربي الطيور طبعا، يعني تشجعها كده. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. وعدت علينا بقى الجو بقى اللي كان تحت الصفر، عدى علينا كل حاجة والحمد لله. اللهم بارك. شايفين الأوزان عاملة ازاي؟ الأبيض بصوا، اللهم بارك ما شاء الله. شايفين؟ هنرجع تاني بقى كده بالتدريج كده. صلوا على سيدنا النبي ويحطوا كومنت حلو كده في بداية الفيديو. يلا يا جماعة، ولايك جميل منكم واشتراك لو مش مشتركين في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بالتدريج كده احنا بنرجع لورا وبنشوف الأحجام كانت عاملة ازاي. ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله النظافة طبعا، اللهم بارك. والدفى ومكان يكون مغلق. وخدوا بقى طيور، خدوا فراخ، ما شاء الله اللهم بارك. من عمر يوم زي ما احنا ما اتفقنا كده. وشوفوا الفيديو بقاله قد ايه وارجعوا تاني من البداية. بسم الله ما شاء الله. وكل الانواع يعني، خلي بالكم يعني احنا اتفرز شوية، طلعنا يعني منهم الجميزة والرزي والحاجات دي كلها، يعني يمكن ما عادش يلا حاجات بسيطة من الساسو. بسم الله ما شاء الله. كمان كان في وجبة البط الستار. اللهم بارك، وربنا يجعله في ميزان حسنات اللي قايم بالوجبة دي بجد والله. لأنه حاططها كده، هو أصلا بيبيع كتاكيت. هو حط الوجبة دي هيعمل بها وجبات خير في رمضان، وربنا يقدره على فعل الخير ويجعله في ميزان حسناته. هنا طبعا كنا فرشين تبن في الأرضية. في حد بيشيل التبن عادي، يعني بيتكنس عادي بعد يومين بيتفرش في الشمس بينشف، وبندخله تاني. يعني إنه بنرجع التبن ده تاني على الأرض وبنشيله يعني بنغير التبن هكذا. لأن طبعا التبن غالي، فبتبقى مصاريف، يعني مصاريف في أكل وشرب وكمان في العلاج وكمان في ما شاء الله كمان التبن ده اللي فاضل كمان. يعني فايه بنشيل تبن وبندخل تبن عادي بينشف، او النشارة اللي موجود عندكم ينشف وندخله على التاني. يعني هو كده كده طالما دخل في الشمس بيتطهر مع نفسه. تمام. مش هنقول ان هو ممكن يعملهم ميكروب او يعييهم او لا، مفيش اي الكلام ده. في ناس بتحط تراب، يعني ممكن تشيل تراب او رمل يفرشوه ويكنسوه ويحطوا تراب تاني مكانه. شفنا الحاجات دي كتير. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا اقول على الدفا زي ما انتم شايفين كده، الشعلة اللي مولعة نار طبعا وانبوبة، عشان دي كميات بسم الله ما شاء الله. طب لو كميات قليلة عادي ممكن نستعمل لهم في حاجة زي سخان، في اللي هو اللمبة. نعمل دواية لو في مكان يعني محدود مش واسع زي ده. واسع زي ده وجايب كمية بسم الله ما شاء الله، مش هغامر بيها. احنا عدى علينا اوقات كان الكتكوت دخل في 57 جنيه، فيعني ما فيهاش مغامرة خالص، ما بنغامرش. فاللي موجود دلوقتي متاح ان احنا بنحط الشعلة زي ما انتم شايفين كده، ومش بنخليها تحرر قوي برضو عشان الطيور ما تلهكش والكلام ده كله. بندفي المكان عادي، ممكن نقفل تهدى شوية ونرجع نشغل تاني. وهكذا برضو لو حاطين لمبة ومكان محدود برضو بنطفي اللمبة شوية نرجع نشغلها تاني. وهكذا يعني. تمام. الأكل بتاعه بيتغير على 20 يوم. في اللي بيغيره على 3 مراحل وفي اللي بيغيره على مرحلتين. أنا من الناس بغيره على مرحلتين، ما جربتش هو 3 مراحل دي. لان في حد غيره 3 مراحل وشفتها علفة كده طويلة عاملة زي الشعرية ورفيعة. يعني احنا بنبدأ اول حاجة، انا عن نفسي ببدأ اول حاجة في تربية الطيور بالعلفة اللي هي 21 لحد 21 يوم. ما شاء الله بتكون الكتكوت بسم الله ما شاء الله بدأ بقى يكبر وخلاص كده طلع ريشه. ما شاء الله بيكون عدى النص كيلو. بدخل بقى في اللي هي العلفة اللي هي 23. والعلفة دي بتفضل معايا لحد ما بذبح. ما بغيرهاش وما بغيرش اي نوع علف، لان تغيير انواع العلف برضه دي بتفرق في تربية الطيور، ممكن تعمل لهم اسهال. بتخلي جسمهم ينزل. فانا بدأت بشركة، يعني اسم شركة في العلف بفضل ماشية عليها. يعني ما بغيرش نوع الشركة اللي انا ماشية عليها، من سواء من 21 او 23. ده حاجة يعني مهمة جدا ان احنا برضو نبقى مهتمين بنوع العلف اللي احنا شغالين عليه، ومش اي علف بنجيبه. علف ده يكون موثوق فيه طبعا. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ساس والكلام ده كله زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، يعني اوزان.
بالنسبة للساسو بعد 21 يوم طلع ريش وعدى نص كيلو برضو، عادي ممكن اعزله بعيد عن الابيض، لان انا ممكن ادخله اكل البيت عادي هياكله هيكبر برضو. بس الابيض ما ينفعش نغير فيه اي حاجة، هيبقى علف علف بس. يعني ما ينفعش احط الابيض غير الله العلف. انما الساسو عادي لو دخلت له اي خضره، دخلت له اكل البيت، هيبقى معايا بسم الله ما شاء الله، بلدي 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 يعني. بجد يعني حاجه اللهم بارك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك، ما تنسونيش في دعمكم ليا احلى اخوات، وكومنت جميل منكم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل الوجبه دي في ميزان حسنات صاحبها.